السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صباح زي النهاردة أصحاب سيدنا موسى قالوا احنا كده خلاص مدركين. البحر قدامهم وفرعون وراهم بجيوش وجنوده بيجروا وراهم، وسيدنا موسى الكليم واقف بثبات يشبه الجبال، أو يمكن الجبال هي اللي تتشبه بثباته، وقال كلا إن معي ربي سيهدين. الثبات ده مش جاي من فراغ، ده نتيجة لصناعة إلهية ربنا عملها في سيدنا موسى، ولتصنع على عيني. المراتب العالية دي والمواقف العظيمة دي في العلم والعمل دايما بيجي قبلها ابتلاءات كبيرة، وابتلاءات بالخير والشر بتزكي النفس وتقوي الشخصية وتخلي العبد يتنقل من كمال لكمال لو عرف يتعامل معاها صح. ربنا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني بالصبر واليقين العبد يوصل للإمامة في الدين. الصبر على أنواع الابتلاءات المختلفة، على طاعة ربنا، على البعد عن المعصية، وعلى أقدار ربنا خيرها وشرها، هو اللي بيوصل العبد للكمالات دي. لو بصيتوا لسيرة سيدنا موسى هتلاقوها بتنطق بالحقيقة دي. ابتلاءات كتير بيتنقل بيها من حال لحال أكمل لحد ما وقف الموقف العظيم ده وثبت الثبات الكبير ده. الصناعة الإلهية لسيدنا موسى كانت سلسلة من الابتلاءات العظيمة، بدأت من أول ما كان نطفة في رحم أمه واستمرت لحد ما جه على قدر وكلمه ربنا تكليما. ربنا قال له وفتناك فتونة، يعني بلوناك واختبرناك بلاء بعد بلاء. من أول ما كان نطفة أمه حملت بيه في السنة اللي فرعون كان بيذبح فيها كل مولود من بني إسرائيل. يعني من أول لحظة سيدنا موسى كان تحدي لفرعون وإذلال لهمته اللي طول عمره بيطغى بيها ويدعي الربوبية. ربنا عايز سيدنا موسى وفرعون عايز يذبحه، وربنا بيفعل اللي هو عايزه. ولما أمه ولدته دخل في رحلة بلاء تانية. ربنا أوحى لأمه اقذفيه في التابوت وارميه في البحر علشان يستقر في قصر فرعون، وهما بيدوروا على المواليد وهو رايح ليهم بنفسه. الذباحين سمعوا انه وصل فحدوا سكاكينهم علشان يذبحوه. جالهم رضيع في تابوت، قتله مش هيكلفهم حاجة، لكن الرعاية الإلهية كانت بتحوطه، والوعد الإلهي لأمه كان شغال، وربنا ما بيخلفش وعده. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ملايين كبار في لحظات شروق شمس سيدنا موسى الأولى. امرأة فرعون شافت الطفل وربنا ألقى محبته في قلبها، وألقيت عليك محبة مني، وقالت لهم قرة عين لي ولك. ويروى إن فرعون قال قرة عين ليكي، أنا مش محتاج له. والبلاء دايما بيشتغل بمنطق غريب. سيدنا موسى كان رحمة لامرأة فرعون وسبب في نجاتها، وكان نقمة على فرعون وسبب في هلاكه وغرقه ولعنته لحد يوم القيامة. وبعدين ربنا ابتلاه بتحريم المراضع علشان يرجع لأمه، وابتلاه انه يعيش ويتربى في بيت فرعون اكثر اهل الارض علشان يشوفه في كل حالاته بطشه وجبروته وضعفه البشري، ويعيش بعيد عن اجواء الانكسار اللي عاشها بني اسرائيل. ولما كبر سيدنا موسى ابتلاه بقتل، وفرعون وجنوده طلبوه فخرج من مصر لاول مره خايف بيراقب مش عارف رايح فين. عدته زاد حسن ظنه بربنا، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وفي كل الابتلاءات دي وما بعدها سيدنا موسى كان بيترقى من حال لحال أكمل لحد ما بقى سيدنا موسى اللي نعرفه، اللي يقف بإيمان عالي قدام فرعون ويقول له وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، ويقول له إلا إن معي ربي سيهدين. الثبات العظيم اللي وقفه سيدنا موسى في الامتحان الكبير ده كان نتيجة لنجاحات صغيرة وتراكمات مع الوقت لحد ما تكونت الشخصية المؤمنة الفريدة اللي تقدر تستعلب إيمانها قدام طغيان فرعون. مفيش حد بيعدي من غير ابتلاءات، كل يوم كل لحظة بنتعرض لاختبارات. الابتلاءات دي هي اللي بتخلي العبد يترقى من كمال لكمال، أو العياذ بالله يتردى من نقص لنقص. مش لازم الابتلاء يكون مفزع أو مفاجئ، حتى التكاليف الشرعية ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فتن العصر وزينة الدنيا ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الصحة ابتلاء، الفراغ ابتلاء، المال ابتلاء، حتى الشوكة اللي تشكك ابتلاء. في كل ابتلاء من دول في عبودية ربنا عايزها منك، لو حققت مراد ربنا فيها تبقى من اللي فازوا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاللهم عافية وصبر عند كل بلاء. وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.